اليوم راح نديرو سباغيتي باللحم المفروم. أولا راح نبداو بصلصة الطماطم اللي هي بصل سنينة تاع توم فيهم شوية تاع الفلفل، رحيناهم كاملين وحطيناهم مع 4 ملاعق تاع أكل زيت، نقليوهم غير بشوية. كي يتقلاو مليح نزيدو لهم ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، نخليو الطماطم تتقلى مليح بهذه الطريقة. نزيدو التوابل اللي هي راس الحانوت، ملح وشوية تاع النعناع. ناحية أخرى راح نديرو شوية تاع اللحم المفروم، راح نديروه كويرات بهذه الطريقة ونقليوهم. نزيدو شوية ماء سخون للصلصة تاعنا، ومن بعد نحطو هادوك الكويرات الصغار مع الصلصة ونحركوها مليح بهذه الطريقة. شوفوا المنظر تاعها جد رائع، والبنة تاعها والله خيالية البنات، مع انه اللحم مفروم ما درتش بزاف. طريقة تصنع الفارق في الطبخ. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم معايا في قناتي، ديروا اشتراك وتمتعوا بجميع الوصفات اللي فيها. والآن في هذه المرحلة راح نحط سباغيتي اللي كنا احنا غليناها في الماء لمدة 10 دقائق مع شوية تاع الملح، نخليوها تتشرب مليح هذيك لاصوص، ومن بعد نقدموها. والله حاجة بريزونطابل وبنينة خفيفة تصلح للغداء وللعشاء وفي كل الوجبات، يعني تقدروا ديروا هذه الوصفة. إذا عجبتكم وصفة من الوصفات ولا حبيتوا غسات في قناتي اكتبوا لي فقط في التعليقات، وأنا بإذن الله راح نهبطها لكم بجميع الأسرار تاعها. استودعكم الله ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.